دي المحاضرة الثالثة من كورس الفاينانشال بروجرام. تمام. أول حاجة هنبدأ بيها إن شاء الله هنبدأ نخش تكنيكال بقى دي بحاجة دي. تمام. وهنبدأ نشوف حاجات أول مرة تسمعوا عنها. تمام. القصة كلها في إيه؟ إن إحنا قلنا إن إحنا عندنا كونتينوس سيستم عايزين نحوله لديسكريت سيستم. الكونتينوس سيستم ده إن إحنا قلنا لو عندي طيارة طايرة في السماء، طياره كده بالشكل دوت كده طايره في السماء مثلا، ففي مجموعه فيزيكس بتاثر على الطياره دي. الطياره ده هو جسم مستمر كونتينوس سيستم. فاحنا الكونتينوس سيستم ده احنا ما كناش عارفين نحله ولا نتعامل معاه بسبب حاجات كتيره قوي. تمام. فاحنا قلنا ايه، خلاص احنا هناخد الكونتينوس سيستم ده نعمل له حاجه اسمها ديسكريت سيستم، اللي ايه، نقسمه لمجموعه من الاليمنت والنودز ونبدا نتعامل مع كل اليمنت ونود على حده، وهنطبق على كل اليمنت ايه المعادله بتاعته، المعادله بتاعته على حسب نوع ايه، نوع الاناليسيس. تمام. ده رقم واحد. طيب ايه هي بقى المعادله؟ المعادله هي المعادله اللي قدام حضرتك دي اللي انت شايفها. تمام. تمام. اللي هي الام اكس دبل دوت بلس بي اكس بلس كي اكس ايكوال فورس. تمام. البي ديت قلت تقدر تقول عليها اكس، تقدر تقول عليها يو، مش فارق لنا قوي القصه ديت. بس دي الجنرال ماثيماتيكال فورميليشن او الجنرال اكليبريم ايكويشن اللي ايه اللي هي قدامك دي كلها، دي تحصر جميع انواع الاناليسيس في السوليد ميكانكس. يعني طول ما انت جوه السوليد ميكانكس مش هتلاقي حاجه بره المعادله دي، سواء تشتغل ستاتيك دايناميك باكلينج، تشتغل اي حاجه، فانت مش هتلاقي حاجه بره المعادله دي. طيب ناخد جزء المعادله دي جزء جزء. عندك الام دي اللي هي الماتريكس سيستم. تمام. البي ديت اللي هي الدامبنج سيستم، الدامبنج سيستم لو السيستم بتاعك بيدمبنج. الكي اللي هي ايه، الستيفنس ماتريكس. تمام. وعندك اليو واليو دوت والفيلوسيتي، لو انت جبت اليو فضلتها هتجيب الفيلوسيتي، لو فضلت الفيلوسيتي هتجيب الاكسلريشن. تمام. فدي الجنرال ماثيماتيكال فورميليشن اللي بتخش بيها اي نوع من انواع الاناليسيس بتاعتك. تمام. تمام. دي الفكره كلها. طيب انا دلوقتي بخش بالمعادله، هل بطبق كل جزء من المعادله ديت في القصه ديت؟ لا. اه، اجت السكرين باشمهندس. طيب تمام. اوكي، يبقى دي الجنرال ماثيماتيكال فورميليشن اللي احنا بنخش فيها اي نوع اناليسيس احنا هنختاره. تمام. طيب تمام. طيب احنا قلنا عندنا هنتكلم بعد كده ان احنا عندنا في اناليسيس كتيره جدا. عندك الستاتيك اناليسيس اللي هي اللي احنا بصدد بيها الكورس دوت، وعندي بعد كده الدايناميك اناليسيس. الدايناميك اناليسيس عندي انواع كتيره من الدايناميك اناليسيس. عندي الموديل اناليسيس، دي اول حاجه بجيبها. تاني حاجه انا بجيبها بيبقى عندك الترانزيانت او الهارمونيك ريسبونس، وعندك الترانزيانت ايه والهارمونيك ريسبونس، وعندك حاجات كتيره قوي بعد الاناليسيس دي. يعني عندك في اكسبلسيت داينامكس وقصص كبيره قوي في القصه دي، وعندك باكلينج، وعندك الليله دي كلها. طيب ازاي ان انا بحور بقى في المعادله دي؟ تحويل المعادله دي جاي بناء على الفورس اللي انت بتاثر على الجسم. لو الفورس دي والله ثابته ووصلت الجسم لحاله الاتزان، خلاص انا ما عنديش دامبنج ومفيش الماس ماتريكس، فبتفضل المعادله في صيغتها البسيطه الجنرال اللي احنا عارفين عليها، اللي هي الكي في الاكس ايكوال فورس او الكي في اليو ايكوال بي، ايا يكن شكلها. تمام. فديت ايه المعادله دي. دخلنا بقى في الموديل اناليسيس، دي قصه ثانيه ان شاء الله بيبقى ليها كورسات ادفانسد معانا، بس اللي احنا عارفينه ان احنا ايه القصه دي كلها. طب فين الدامبنج سيستم وفين الماتريكس سيستم؟ مفيش، لان خلاص هو الجسم ده ثابت وصل للبالانس تحت تاثير القوه، ده اللي احنا كلنا متفقين عليه. تمام. طيب الفورس بقى اتغيرت، بقت داله في الساين، بقت داله في الكوزاين، ساعات بقت بتتغير فانكشن في التايم. خلاص لا، هنا بقى بنبدا يبقى عندك الجزء الثاني ده بيدخل. تمام. الجزء اللي هو الفريكونسي ريسبونس، والجزء اللي هو بتاع الماس ماتريكس والدامبنج ماتريكس. تمام. طيب ايه الموديل اناليسيز؟ الموديل اناليسيز اللي هو عايز يشوف المود شيب والناتشورال فريكونسي، ما فيش تحت تاثير القوه، يعني الفورس هنا بتبقى بصفر. طب هو عايز يوصل ايه؟ عايز يشوف الفورس ده، القوه، مش عايز يشوف قوه لان القوه هنا بزيرو، عايز يشوف المود شيب والناتشورال فريكونسي. هو بيفترض في الموديل اناليسيز ان انا لو عندي سوسته خبطتها بشاكوش ومشيت، ايه اللي هيحصل؟ ايه التاثير اللي هيحصل؟ تمام. علشان ده بيفيدنا في انواع الاناليسيز الثانيه اللي هي ايه، الهارمونيك او الترانزيانت ايه ريسبونس. تمام. ما علينا، احنا دلوقتي بنفرش الفرشه بتاعتنا. فالفرشه العامه دي المعادله العامه. المعادله العامه زي ما وضحت لك كده، احنا دلوقتي في الستاتيك ستراكشر، فما عنديش دامبنج سيستم، ما عنديش ماس ماتريكس، فالمعادله هتفضل في الصيغه البسيطه دي. تمام. متفقين؟ طبعا متفقين. طيب اوكي. الاساليب المستخدمه بقى في حل المعادله دي هي ايه؟ هما كانوا في طريقتين شائعين جدا من زمن كبير، يعني من زمن كبير، اللي هي ان انا بحل من اجل الحصول على الفورس ولا باجل الحصول على الديسبيسمنت. لان احنا زي ما قلنا المعادله هي الفورس، الفورس بيساوي الكي في الاكس. تمام.
تمام. ايه الديسبيسمنت؟ يا اما ديت طبعا دي معلومه، لان الستيفنس ديت هي شيء معلومه، هي فانكشن في الماتيريال وفي الكات فايل وفي حاجات كتير قوي، ده الستيفنس. فالستيفنس دي المفروض بتبقى ايه؟ معلومه. تمام. ده رقم واحد. رقم اثنين، فانا عندي هنا اثنين انون، يا اما الفورس يا اما ايه؟ الديسبيسمنت. فانا بحل من اجل ايه؟ الاختيار الازلي اللي من عشرات السنين ان انا بسولف فور ديسبيسمنت، بسولف من اجل الحصول على الديسبيسمنت. فانا لازم يبقى الفورس عندي معلومه، لان هي معادله سليمه بتتحول لماتريكس كبيره. تمام. فهي الماتريكس ديت معلومه، فانت لازم تعرف وانت داخل الموضوع ده ان الاختيار اللي اختاروه الناس من عشرات السنين ان انا بحل من اجل الحصول على الديسبيسمنت وليس الحصول على الفورس. من الديسبيسمنت بعمل باك سبستيوشن، بقدر اجيب الايه؟ الستريس والسترين والكلام اللي احنا ايه؟ شرحناه في الايه؟ في الريكوردد فيديو. تمام كده. فدي ايه؟ دي كل القصه بتاعتي. طيب تمام. انا دلوقتي انا دلوقتي علشان اوصل احل للفكره ديت، اي تحليل لينير ستاتيك اناليسيس لازم يتحقق فيه الثلاث شروط دول. عندي حاجه اسمها الايكليبريم والكومبابيلتي والستريس سترين ريليشن، لازم الثلاث شروط دول عندي يتوفروا. ايه هو الايكليبريم؟ الايكليبريم اتفقنا ان انت الجسم ده وصل للاتزان تحت تاثير القوه. تمام. يبقى مجموع القوى والعزوم عند كل جسم، عند كل جزء في الجسم يساوي صفر. دي حاجه ايه؟ مفروغ منها. طيب ايه هو الحته اللي هي التوافق ديت؟ الازاحات لازم تكون مستمره في الجسم، الازاحات لازم تكون مستمره في الجسم، يعني ما فيش فجوات او اختراق بين العناصر. بمعنى ايه؟ انا دلوقتي ساعات ده هيحصل معاك كتير جدا، ان انت وانت شغال ستاتيك اناليسيس الكلام ده هيجي دوره في الميشنج، وهتلاقي المشروع بالميشنج بالتفصيل. انا ساعات بيبقى عندي جزء في الجسم، جسم اهو، بس عندي الجسم ده بيتكون من تو ماتيريال، بيتكون من تو ماتيريال. فانا التو ماتيريال لازم افصل البرنامج، اعرف البرنامج ان ده ماتيريال مثلا، وليكن ده ستيل وده ستانلس ستيل مثلا، ايا يكن. بتحصل كتير قوي في الماتيريال، وبتشوف ان في لاير في الماتيريال وتغير في الماتيريال خلال الكروس سكشن. طيب انا دلوقتي لو عملت دول اثنين تو بارت، لما اجي بقسم البتاع دوت، بقسمه كده ايه؟ لازما النود دي تكون متصله. يعني انا ما ينفعش اعمل كده. بمعنى خلينا ارسم هنا مربع طويل اهو، خلينا كده مربع طويل اهو، ادي مربع، ونجيب لون تاني عشان ايه؟ نوضح الفكره كلها. وادي وادي ايه؟ وادي حاجه ثانيه. تمام. انا دلوقتي دول كلهم في الاصل بارت واحد. خلينا نقول ان دي بايب ماشي فيها شوط ميه عشان شكل كده. تمام. ادي بايب ماشي فيها شوط ميه، بس انا عندي جزء من البايب ديت جزء ستيل مثلا، والتاني جزء المونيوم مثلا. تمام. والتاني ده جزء ايه؟ المونيوم. بس هم في الاصل في الواقع بارت واحد. في الارض في الاصل في الارض والواقع ايه؟ بارت واحد ملحومين، ايا يكن، بس هم في الاصل في البارت واحد، في البارت ملحومين. انت بتعمل ايه؟ الناس بتقع في غلطه ايه؟ ان هم بييجوا يعملوا ده جسمين ويعملوهم بوندد وايه، ويقول لك ده ماتيريال ستانلس ستيل وده المونيوم. في الاناليسيس ده مش صح. طالما في ارض الواقع هياكتوا كانهم بارت واحد، في حاجه كده في الاناليسيس احنا شرحناها في ريكورد الفيديو، ان انت بتدوس على الجسمين وتقول له فورم نيو بارت. ليه؟ الفورم نيو بارت هيسمح انك تختار الجزء ده ماتيريال والجزء الثاني ده ماتيريال. طب ده هيفيدني في ايه؟ ان النودز تبقى متصله، يعني النود دي تبقى مشتركه، النود دي تبقى مشتركه، النود دي تبقى مشتركه، فيبقى عندي توزيع العناصر كده بالشكل ده. ديت تبقى النقطه دي، وادي النقطه دي كده تمشي كده، والنقطه دي تمشي كده. النود دي تبقى متصله، ده اللي ايه؟ مفيش فجوات في النص. طب ايه اللي هيحصل لو انت ما عملتش كده؟ هيبقى عندك جسمين والنود هتبقى منفصله. ادي جسم تاني اهو، هتلاقي النود ده بدا من هنا مثلا، والنود دي بدا من هنا. وده مش صح، ده غلط. دي اسمها ايه؟ ده اللي احنا بنقول عليه مفيش توافق. مفيش توافق، في فجوه هنا في النص، ده بقى جسم تاني وده بقى جسم تاني. لا، الكونكتد نودز ديت على الكلام ده مهم جدا وبيبوظ اناليسيس كتير. فانت لازم تفرق بين القصه دي، البارت ده بارت واحد، فانت بتقسمهم لجزئين وتعمل حاجه في الديزاين موديلر اسمها فورم نيو بارت. تمام. هتلاقوها مشروحه في ريكورد فيديو ان شاء الله. تمام. فانت عشان ايه؟ تفصل البارتين مع بعض، تدي ده الماتيريال بروبرتيز بتاعته وتدي ده الماتيريال بروبرتيز بتاعته، وفي الاول وفي الاخر هيفهم البرنامج ان هم وان بارت، فهيكونكتد النودز دي مع بعض. لان لو النودز دي مش كونكتد مع بعض ثرو الجسم كله، لو هو بارت واحد فعلا هيبقى فيه مشكله، هيبقى فيه مشكله ومشكله كبيره. تمام. زي وهتحس بالمشكله ديت واحنا شغالين. تمام. ده رقم ايه؟ ده رقم اثنين. تاني حاجه الاستريس سترين ريليشن، اللي هي علاقه الاجهاد علاقه الستريس بالسترين. ده طبعا بيستخدم ايه؟ باستخدام قانون هوك العام. بنربط ايه؟ الاستريس والسترين بايه؟ بالستريس والسترين بناء ايه؟ على خواص الماده بالمصفوفه اللي هي ايه؟ اللي احنا اتعرضنا ليه. تمام. تمام. طيب. شرحنا في الريكورد فيديو ان احنا عندنا حاجه اسمها الستيفنس ماتريكس. تمام. والجلوبال ماتريكس. بمعنى ايه؟ ان انا دلوقتي انا الجسم بتاعي اهوت قسمته الاليمنت ونود. تمام. تمام. ادي اهوت اليمنت ونود. تمام. فانا عندي كل اليمنت بقى ليه ستيفنس. دي نقطه مهمه.
كل اليمنت هنا بقى ليه ستيفنس، تمام، بقى ليه كي، تمام. فالبتاع ده بسميه الستيفنس ماتريكس. طيب السيستم بقى على بعضيه بسميه الجلوبال ستيفنس ماتريكس. الجلوبال ستيفنس ماتريكس يبقى انا عندي حاجه اللي هي الاليمنت ستيفنس ماتريكس والجلوبال ستيفنس ماتريكس، عشان تفهم ايه ان في مصفوفه كبيره هتتجمع مع مصفوفه صغيره، هتتجمع المصفوفات الصغيره دي لسيستم كبير، لان انا هدفي السيستم الكبير دوت، تمام، مش هدفي الاليمنت. انا مش هدفي الاليمنت. طب الاليمنت ده بيتصل مع خط تاني ازاي؟ عن طريق النود. شفت بقى اللي انا كنت بقول لك عليه، ان النود في الجسم لازم أن تكون متصله. النود في الجسم لازم أن تكون متصله. ليه بقى؟ لان لو النود دي هنا مثلا ومفيش نود تربط هنا كده، هيقطع الفلو. الفلو هيتقطع، فالمصفوفه اتقطعت، ففي حاجه غلط، تمام. فالفلو هنا لو اتقطع في حاجه غلط. فانت المهم ان انا عندي ان انا اللي انا فاهمك دلوقتي ان في حاجه اسمها ستيفنس ماتريكس للاليمنت، والجلوبال ستيفنس ماتريكس للسيستم كله، بيتجمعوا مع بعض. طب ده بيحصل ازاي؟ عن طريق السبرينج موديل، اللي هو اللينير سبرينج موديل اللي احنا خدناه. قلنا ان انا لو عندي سوسته، فدي اليمنت وجنبها سوسته ثاني، فلازم يبقى في نود وفي اليمنت ثاني ونود، وقلنا قصه السيريز والبارلل دي ايه مع بعض، تمام. هو ده اللي بيحصل. ضربنا ليه مش معنى مثال السبرينج موديل؟ لان ده تراس اليمنت بيشيلوه في اتجاه واحد، فانا اقدر اعمل المصفوفه براحتي. دي سهله في الشرح. لكن انت لما بتخش بقى 2 دي اليمنت وشيل اليمنت، المصفوفه بتكبر والدنيا بتروح مننا، فما بنعرفش نفهمها للطلبه. فديت الفكره. فالفكره ان انا عندي ايه؟ ان انا عندي ستيفنس ماتريكس الاليمنت وجلوبال ستيفنس ماتريكس. عندي جلوبال سيستم جلوبال، المصفوفات دي كلها بتتجمع مع بعض. عشان كده إن لازم أن يحصل حته التوافق ما بين النودز وبعضيها، والنودز والاليمنت تبقى ماشيه ثرو ذا سيستم مظبوط، لان كل اليمنت بيسلم الاليمنت اللي جنبه، كل اليمنت بيسلم الاليمنت ايا كان نوعه، ايا كان حجمه، ايا كان شكله، تمام. عشان لو في اي حاجه هتلاقي انت بعد كده في الشغل ان الاليمنتس دي لو مش عامله مش هتظبط معاك وهتديك ايرور. رقم واحد. رقم اثنين، هتدوب تلف حوالين نفسك. والمشكله فين؟ المشكله ان انت مش ظابط النش. المشكله ان انت مش ظابط النش، والنود مش متصله، مش كونكتد، فالسيستم في حاجه غلط، لان هو زي ما قلت لك كل اليمنت بيسلم ايه للاليمنت اللي جنبه. طبعا اللاين سبرينج موديل ده احنا شرحناه في الريكوردد فيديو في اول سيكشن، المفروض ان احنا ايه نكون عارفينه. طيب عشان تعرف بقى بارشال ابلكيشن للموديل بتاع السبرينج سيستم ده، هتلاقي فيه 2 سبرينج سيستم، 4 سبرينج سيستم، بارل سبرينج سيستم. الموضوع بيبقى ايه؟ توالي وتوازي وتجميع مواصفات مع بعضيها، علشان يفهمك من الستيفنس للجلوبال ستيفنس ماتريكس، تمام. يبقى احنا دلوقتي فصلنا ان كل اليمنت ليه ستيفنس، وعندي في جلوبال سيستم اسمه الجلوبال سيستم اللي بيتجمع فيه المواصفات مع بعضيها عن طريق النودز. فبالتالي لو الفلو بتاع النودز دي مش مظبوطه، الدنيا هتبوظ مني، تمام. طيب في بقى حاجه مهمه جدا، وهو البرنسبل او المبدا الطاقه الكامنه، او المينيمم بوتنشال انرجي. ايه المبدا ده؟ وليه اصلا؟ والمبدا ده جه منين؟ والقصه دي كلها. انا دلوقتي احنا عايزين نعرف المعادله اللي هي بتاعت الفورس بتساوي الكي في الاكس او الكي في اليو، ايا كان شكل المعادله، جت منين؟ دي جت منين؟ يعني المعادله دي اصلها ايه؟ او مبدا الطاقه الكامنه ده انت ممكن تكون سمعته قبل كده. ايه معناه؟ دلوقتي خلينا نقول حاجه مهمه جدا، او نشرح بمثال جميل جدا. تخيل ان انت ماسك سوسته. انا هرسم سوسته اهي. ادي السوسته اهي، تمام. السوسته ديت يعني زينه منها، ما علينا. ودي السوسته عاديه. جه محمود راح شد السوسته دي بقوه، بفورس، فالسوسته دي من الوضع ده وصلت للوضع ده. ده الفاينل بوزيشن ده. فانا شديت السوسته، عملت عليها فورس، جت للوضع ده. حصل حاجتين هنا مهمين. ايه هي الحاجه؟ السوسته تخزن فيها طاقه طبيعي. طب ايه اللي دلني انا اللي انا بقول لك السوسته تخزن فيها طاقه؟ تقول لي لا ما تخزنش فيها طاقه. اقول لك ازاي؟ اقول لك الميه بقدر الغطاء. سيب السوسته، لو ما تخزنش فيها طاقه مش هترد مكانها، مش هترد، تمام. عامل زي الانسان اللي بيتضغط في ستريس، فجواه طاقه عايز يطلعها، فيروح مطلع عليها على الناس. ده نفس المبدا كده بالظبط. فانت نتيجه للقوه اللي انت شديت بيها دي، اتخزن جواه طاقه، بدليل ان انت لو سبته هيرجع لفين ما اعرفش، بس هيرجع، تمام. ده رقم واحد. رقم اثنين، ايه؟ انت بذلت مجهود عشان تشد. دي يبقى حصل حاجتين اهو. الحاجه الاولى ان اتخزن فيها طاقه بسبب التردد دوت. الطاقه دي بنسميها السترين انرجي. تمام. طيب وحصل حاجه ثاني اثرت عليها طاقه خارجيه، اللي انت عملته ده اسمه ايه؟ ورك دان باي يو، تمام. الجسم ده لما تحاول تسيب السوسته هيحصل ان السوسته ترجع. طيب الوضع اللي هتستفيد، اللي هتقف عند السوسته ده، ايا يكن هنا ايا يكن الوضع ده بيسميه ايه؟ الوضع ده هو بيسميه وضع الطاقه الكامنه، اللي هي ايه؟ هتقف عند النقطه
اللي الطاقه الكامنه فيها اقل ما يمكن. هتقف، انا لو سبت السوسته دي، السوسته دي هتقف عند الطاقه الداخليه اللي اتخزنت فيها تبقى اقل ما يمكن. تبقى اقل ما يمكن. هتوصل لصفر لا، بس هتبقى اقل ما يمكن. عامل زي ايه؟ انت حصل عليك ستريس من الشغل ومن الحياه ومن العيله ومن الدنيا ودي، فتنفجر. الانفجار اللي انت عملته دوت ان انت بتحاول تخلي الطاقه اللي جواك دي اقل ما يمكن. هي راحت؟ لا، ما راحتش، بس هي خلتك اهدى اقل ما يمكن. ده اسمه البرنسبل مينيمم بوتنشال انرجي. تمام. تمام. طب يعني ايه طاقه كامنه كليه؟ الطاقه الكامنه الكليه هم مجموع الطاقتين مع بعض. هم مجموع الطاقتين مع بعض. هم مجموع الطاقتين مع بعض. خلينا نكمل سلايد. ده بقى ده نفس ده الكلام اللي احنا شرحناه. تمام. ده نفس الكلام اللي احنا شرحناه، بس الكلام دوت معمول بمثال عملي. هسيب لك المثال ده زي ما قلت لك كده، ان انت عندك طاقتين، فمجموع الطاقتين مع بعض، مجموع الطاقتين مع بعض هيدوك اللي هو المبدا طاقه مبدا طاقه الوضع. مبدا طاقه الوضع اللي احنا متفقين عليه. طيب تمام. طيب حد يقول لي دلوقتي ايه علاقه المبدا دوت فين؟ ثواني يا جماعه، ثواني هفتح PDF في المعادلات ديت عشان هو اللي في القصص دي كلها هنفهمها. ما بتكلمش صح؟ انا اسف معلش. كويس ان انت نبهتني. طب انا ما بكلمش من امتى يا جماعه؟ من ساعة ما PDF غيرت صح؟ الفيديو. اه. تقريبا دقيقة، دقيقة ونص. طيب تمام. طب ماشي اوكي. طيب احنا دلوقتي عشان نبدا مبدا اللي هو البوتنشال انرجي. تمام. البوتنشال انرجي زي ما كلمتكم، قلنا ان احنا عندنا سوسته. لو السوسته دي انا شديتها، فحصل حاجتين. حاجه اسمها الطاقه الداخليه اللي جواها، اللي اتخزنت بسبب الشد، بنسميها السترين انرجي اللي هي اليو. تمام. وعندي طاقه ثانيه اللي هي الورك دان اللي انت شديت بيها. تمام. طب مجموعه الطاقتين دول مع بعض بيسموهم البوتنشال انرجي. طيب في اكزامبل اهو، في اكزامبل. انا دلوقتي لو عندي سبرينج الستفنس بتاعتها 100. تمام. وعندي انا شديتها ب 2 سم، وشديتها فورس كام 200 نيوتن. عايز احسب السترين انرجي، وعايز احسب الورك دان اللي انا شديت بيه. فالسترين انرجي ده القانون بتاعته نص الكي في الاكس سكوير. تمام. ادي حسبت القوه. تمام. اللي هو الطاقه اللي اتخزنت جواها. تمام. وحسبت ان انا عشان اخزن الطاقه دي هبذل مجهود قد ايه؟ سالب اف في اكس. تمام. طبعا ده سالب عشان الاتجاه فمحدش يتخض منه. طيب تمام. بقى 2 في 200 ب 400. طب البوتنشال انرجي كلها على بعضها، مجموع الطاقتين دول مع بعض كام؟ هيدوك كام؟ سالب 200. تمام. انا بيقول لك ان السيستم، ان هي سالب 200 دي ذا بوينت ويتش لوك، دي خلاص، دي اقل نقطه هيقدر يوصل لها الجسم، اللي هي بتساوي حاله الاتزان لحاله الاكوليبريم. لان احنا لما قلنا لما شديت هيحصل سترين وليكن ب 0.00 ملي مايكرو، بس هيحصل. تمام. ولسه جوه السيستم مخزن طاقه، بس دي اقل حاجه. والاقل حاجه دي بنسميها زي ما قلت لك المينيمم. دي المينيمم بوتنشال انرجي. تمام. طيب تمام. طبعا هنا مديك شويه ابلكيشن. تمام. وازاي نستخدمها. طيب في حاجه ثانيه مهمه بقى. العلاقه ما بين الجسمين دول. يعني ايه العلاقه ما بين المينيمم بوتنشال انرجي اللي انا بشرحه وبالقانون بتاع المواصفات الكي في الاكس ايكوال فورس. طيب احنا هنا كاتب لك العلاقه، ان انت عندك السترين انرجي بتمثل بالمعادله ديت، وعندك الورك دان بيمثل بالمعادله ديت. تمام. عندك ادي التوتال بوتنشال انرجي اهو. تمام. عندك السترين انرجي ده الورك دان باي يو، وده السترين انرجي. لو طرحت الطاقتين من بعض هيديك البوتنشال انرجي، اللي هو القانون اللي احنا عاملينه. لو اشتقيت القانون دوت هيديك الكي في الاكس ايكوال فورس، اللي هو الديريفيتيف، اللي هو المشتقه بتاعته، او الكي في اليو ايكوال فورس، ايا يكن المسميات يعني. فانا عايزك تفهم دلوقتي من كل السلايد دي كلها ان احنا شغالين بالمبدا دوت اللي هو المبدا اللي هو البوتنشال انرجي. تمام. اللي هو المبدا اللي هو البرنسبل اوف مينيمم بوتنشال انرجي. ده اللي احنا شغالين بيه، اللي هو جه قانون اصلا الاف بيساوي الكي في الاكس او الكي في اليو. طب جت الكي ده منين؟ ان هو مبدا طاقه الوضع اصلا. انا بشد اثر على الجسم بقوه، فالقوه هيحصل حاجتين. الجسم ده هيخزن طاقه جواه، وفي نفس الوقت هياثر على وضعه. طرح الطاقتين من بعض هيديك المينيمم بوتنشال انرجي اللي الجسم ده هيشتغل، اللي هيستقر عندها. الجسم المينيمم بدل به تاني في جوه الجسم طاقه متخزنه، بس ما وصلتش للصفر. تمام. فبناء على الوضع دوت احنا جبنا المعادله، عملنا لها ديريفيتيف، وصلت لنا للقانون اللي احنا شغالين بيه دلوقتي.
تمام؟ يبقى انتوا فهمتوا السيستم من فوق شغال ازاي، القانون بتاع الفور الكي في الاكس، الكي في الاكس ايكوال فورس او الاف في ايا يكن شكل المعادله ايه، لان المرجع اللي انا شغال منه بقصه يو، انا كنت بذاكر من معادله يعني ايا يكن، يعني كي او يو مش هتفرق، تمام؟ اكس او يو مش هتفرق. فالمهم دلوقتي ان احنا نبدا نفهم المبدا ده المبدا المهم في المحاضره دي. المبدا ده مهم جدا بالنسبه لي، مبدا المينيمم بوتنشال انرجي، تمام؟ وهو اللي اتشقت عليه المعادله الاساسيه اللي احنا ايه اتكلمنا فيها. تمام؟ تمام. اوكي نرجع تاني. خلاص كده. تمام. هو زي ما قلت لك ان هو المعادلتين طرحهم من بعض وهيجيب الديريفيتيف هيوصل ايه لايه البتاع، زي ما هنا الكومبوننت اهو، عندك دي السترين انرجي، تمام؟ وعندك ده الاكسترنال ورك اللي انت عملت بيه، لو عملت دول طرحتهم من بعض، تمام؟ وعملت جبت الديريفيتيف بتاع المشتقه دي، هتوصل للقانون اللي احنا شغالين بيه. ده اول جزء من المحاضره. اللي عنده